السلو او السفوف بطريقه سهله ومبسطه خصوصا للمبتدئات. غادي نحتاج معكم في المكونات نص كيلو ديال الكاوكاو، ممكن ديروا الرقيق اولا الغليظ، نص كيلو ديال اللوز، كيلو ديال الدقيق الابيض يكون نوعيه جيده، 5 ملاعق ديال النافع، 5 الملاعق ديال حبه حلاوه، وكيلو ديال الزنجلان اللي غادي نغسلو مزيان مزيان ونصفيه وندخلو الفران مباشره. منها كينشف ومنها كيتحمر في نفس الوقت، خليوه حتى كيتحمر من الداخل مزيان مزيان. غنحتاج رابعه ديال الدقيق الابيض محمره في كاسين ديال زيت المائده. هنا غادي تخليو هذا الخليط حتى كيولي بني، غادي نخلطوه به السفوف وكيعطي واحد المذاق زوين. هنا من بعد ما حمرت المكونات كلهم على نار مهيله حتى تحمروا مزيان ويطيبوا من الداخل باش ما كيجيكم السفوف زوين وكيجيكم مارو. وكذلك هاد المكونات كيقدروا السفوف يدوم لكم مده طويله الا حمرتوهم مزيان. حمرت المكونات كلهم وهنا طحنتهم. كاين المكونات اللي خليتهم مهرمشين وكاين المكونات اللي طحنتهم مزيان. درت الكوزه محكوكه وشويه ديال المسكه الحره وشويه ديال الملحه، درت زيت الزيتون والزبده اللي ذوبتها. بالنسبه للزبده مذوبه درت هنا غير كاس ديال الزبده، وبالنسبه لزيت الزيتون بقيت كنخلط تدريجيا حتى تحصلت على القوام اللي بغيت. بالنسبه للصفوف دلكوهم مزيان مزيان باش المكونات كلهم كيطرقوا الزيوت ديالهم. وكذلك هنا درت العجانه اللي عاونت بها حتى دلكتو مزيان. هذا هو الكميه اللي خرجت لي 4 كيلو و190 غرام. كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم والوصفه ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الى عجباتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء، ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق. زوروا قناتي على اليوتيوب للمزيد من الوصفات، وبالصحه والراحه.